هي كما كتشوفوا الشعب الجزائري اللي بعض منهم هاجموني في الكومنتيرات في الفيديو الاخر اللي حطيت. وهذا الفيديو علاش كان كيهضر؟ الفيديو كان كيهضر على الاعراض اللي دارت الجزائر بخصوص الفيزا على حساب المسافرين اللي جايين من المغرب. والهضره اللي هضرت راها عاديه ومازال نقدر نعاودها، راه عادي، ما كنت ناوي والو. هي ان الجزائر ماشي شي بلاد اللي ناخذ عليها الفيزا باش نمشي نشوفها. عادي، ما عنديش ما نتشاف تما وما غاديش نمشي تما، وخصك تحترم الراي ديالي. وهذه ماشي شي هضره اللي خايبه. واخا وزيد قلت لهم بلي المغاربه قليلين اللي كيمشيو تما الا اللي عندهم العائلات. يعني فاش تجي عندي تقول لي راه المغاربه كاينين تما راه عندهم العائله ولا شي حاجه. هادشي علاش قلت لكم ماشي المغاربه كاملين كيمشيو للجزائر الا اللي عنده شي ضروره، بحال اللي عنده العائله ديالو تما. ماشي غنمشي ندير بروجي تما ولا غادي نمشي نتسارى، حيتاش ماشي دوله اللي سياحيه. واخا نشوفوا هاد الجزائريين شنو قالوا لي. الاول قال لي سير استرجع الام ديالك واختك من فنادق الخليج ثم تكلم على القاره الجزائر العظمى. اش غادي تقول له؟ فهمت؟ قال لي باغي تشيع بالجزائر و اسبانيا، بحال هو زعما بغيت نقول له شي حاجه. هو ولد اش؟ ولد فرنسا. كومون العياشي سير تلعب. الجزائر ما غاديش تدخلوا ليله، كنتو عايشين في نعمه لكن ما حمدتوش ربي. من نعمه؟ ويلي كنتو كطيوني شي حاجه. طفاك. الجزائريين ما يجيوش لبلاد حاكمينها اليهود ما عندهم ما يديروا. سون كومونتير نخليكم نتوما الكومونتير. وعلاش راك تحرق دمك؟ حنا ما عندنا السياحه، روح لدوله اخرى. هذه هضره مزيانه، هذاك الشيء اللي ندير، نمشي لدوله اخرى. علاش نمشي للجزائر؟ بغيتي تربح على ظهرنا حتى واحد ما سمع بك. انا ما سمعش بك. ما كاينش شي حاجه كتضحك وتقل الله في نفسك. اليهود المراكح تسلوا بلادكم، بمعنى الجزائر عندها الحق تحمي نفسها. حمي نفسك، حمي يا روح. شكون قال لك حنا درنا الفيزا؟ حنا من الاخر بغينا نقول لكم ما نستحقوش بلادنا. شكون هاد الحماق هذا اللي يجي عندك؟ ما فهمتش يعني. مشى تحمي راسك، مالنا حنا عندنا. بغيتك تعرف حاجه ولدي، الجزائر كدير قرار معناها قرات عليه 5 سنين والنتيجه تعرفها بعد 10 سنين. معناها العالم الذي نتعامل معه سابق زمانكم ب 15 سنه. والدليل قضيه انشاء انبوب الغاز الثاني يمر لاسبانيا رغم وجود الانبوب الاول عبر اراضيكم والذي كان هذا محروق. هذا فهمتي، شد مقاله وبدا يكتب فيها. وكان في بغرض، لكن الدوله الجزائريه تعرض الزمن على بالها واش راح يصير. هكذا الفيزا اللي حنا على بالنا علاش درناها ولو هي متاخره علينا، لكن ستفهم عن قريب والخبر يجيبه التوالا. ما عرفتش شنو هي التوالا. المهم تحياتي للشعب المغربي الذي هو ضحيه ما يحدث في الخفاء. نتمنى له كل خير وربي يبعد الفتن. كاينه بعض الواحد كيكون مريض شويه ما عندك ما دير له، فهمت؟ دابا هاد الاكثريه ديال الناس مرضين، فهمت؟ نحن ما عندنا ما يتشاف، لان الجزائر بلاد الشرف والشرفاء. اما السياحه الجنس كاين شي سياحه بس شوف ما باغينش والله، ما باغي نسبهم، فهمت؟ ما باغيش نخرج شي هضره، فهمتي؟ ما بغيناش ندخلوا في داك النقاش الصافي. جينا نهضروا على هادشي راه كلشي باين، فهمت؟ الدار ما تشرفناش خلينا لكم. روح الرباط. الرباط بعدا راه الرباط كامله داكشي اللي فيها ما كاينش في الجزائر كامل. باش تبقى تقارن راسك تقول العدد قليل يمشي للجزائر، لكن العدد مهول كبير جدا. مليون جدا، مليون 200 الف مغربي في الجزائر. ما عرفتش شنو مشاو يديروا تما، ما كانوا تما. لكن اليوم الجزائر اتخذت هذا الاجراء، وفرت 20 مركب وحدهم غادروا الجزائر متحسن الجمهورية من المغادرة. اليوم تيتخلص مع العلم ان التأشيرة الجزائرية اصعب الا من لديه الحظ. وشكون هذا الحماق؟ وشو دابا بغينا نعرف واحد القضية، شكون هذا الحماق اللي يمشي يتعاطل باش ياخذ الفيزا؟ واش انت مريض اصاحبي؟ ونمشي لتركيا بلا فيزا حسن فيها السياحه فيها ما يتشاف. واش نمشي ندير في الجزائر؟ راه مازال كنقول لك راه شنو نمشي ندير تما؟ واش انا مسطين ونخلي المغرب ونمشي تما؟ المغرب فيها كلشي، شنو نمشي ندير تما انا مثلا؟ ماشي شوف، حنا مدرجه انا قريت الكومونتيرات ما بغيتش ترجع لكم، فهمت؟ حنا ما بغيناش شي فتنه ولا شي حاجه، ولكن الجزائر ما فيها والو صاحبي. شنو الفيزا ولا دوله راجعه ب 15 عام للور؟ شنو متقدمه ب 15 عام للور؟ راه غير درهم مساوي عندكم شي مليار تما ولا ما عرفت شنو. ما عرفتش حنا ما بغيناش، حنا ما بنادم هبيل والله، حتى بنادم حماق. نقول لك تحيه لخوتنا زعما الجزائر اللي كيتفاهموا بالعقل ديالهم، ماشي بحال هادو اللي دايرين لي الكومونتيرات. راه شنو نقول لك، ما نقدر نقول لهم والو. نخلي لكم نتوما الكومونتير تاع